زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت، في لحظات في تاريخ كوكبنا الدنيا بتقرر تفرمط وتعمل ريستارت بطريقه كارثيه، وسنه 359 قبل الميلاد كانت واحده من اللحظات دي. وخلينا نتفق على شويه تعريفات علشان نبقى متفاهمين. الفتره الديفونيه الديفونيان بيريد ده عصر بدأ من حوالي 419 مليون سنه لحد 359 مليون سنه فاتت، وكان معروف بعصر الاسماك لان المحيطات كانت مليانه بانواع جديده ومختلفه من الاسماك، وشويه من الاسماك دي بدات تطور اطراف وتمهد لفكره المشي على الارض. ازمه التنوع البيولوجي ده Great Biodiversity Crisis دي مش مجرد ازمه عاديه، دي واحده من اكبر 5 انقراضات جماعيه في تاريخ الارض، والارض خسرت فيها حوالي 75% من الانواع اللي كانت عايشه وقتها. طيب ليه وازاي ومين اللي داس ديليت ومسح كل ده؟ السبب الاول التغييرات المناخيه الحاده. في الوقت ده الارض كانت بتحاول تكون رومانسيه مع المحيطات، فبدات تعمل احتباس حراري عالمي بسبب ارتفاع ثاني اكسيد الكربون في الجو. بس زي اي علاقه توكسيك، الامور خرجت عن السيطره وبدات الارض تتجمد فجاه بسبب انخفاض ثاني اكسيد الكربون. حرفيا السيناريو كان شتاء صيف شتاء صيف بس من غير تكييف. وده مش كلام انا، دي دراسات بتقول ان الجليد انتشر في القطب الجنوبي وقتها، وده ادى لانخفاض مستويات الاكسجين في المحيطات، وبالتالي ماتت اغلب الكائنات البحريه اللي كانت بتتنفسه. لكن في الناحيه الثانيه في نظريات بتقول ان التغييرات دي ما كانتش فجائيه، وانها حصلت على مدى ملايين السنين، يعني مش زلزال ولا نيزك قتل كل حاجه فجاه، ولكن عمليه تدريجيه.